رجال مقصيين بلا شهوة كرسوا حياتهم لخدمة الحرمين الشريفين. تبقى منهم 3 أشخاص فقط، سنسمع قصتهم كاملة في هذا المقطع. قبل عقود مضت كنا نرى أشخاصا مميزين بملابسهم وأعمالهم داخل أروقة الحرم المكي الشريف يقفون داخل صحن المطاف، وآخرين كنا نراهم في المسجد النبوي الشريف ينظفون الحجرة النبوية مرتدين ثيابا وعمائم بيضاء، وفي وسطهم أحزمة بعضها ملون، يعرفون لدى العامة بالأغوات. وحاليا اختفوا عن الأنظار، فلم نعد نراهم إلا صورا في كتب ومجلدات. فمن هم الأغوات؟ ولماذا أطلق عليهم هذا الاسم؟ وكيف كانت بدايتهم؟ وما هي قصتهم؟ تطلق كلمة آغا في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مجموعة من الأشخاص المخصيين العاملين في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. أول من اتخذ المخصيين لخدمة الكعبة هو يزيد بن معاوية، الذي تولى الخلافة بعد وفاة والده عام 60 للهجرة. وأول من رتب الأغوات في المسجد الحرام هو الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور. هناك العديد من الوظائف التي كان الأغوات يقومون بها سابقا، سواء بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي، وقد حصر بعض المؤرخين تلك المهام فوجدوا أنها تتجاوز 40 وظيفة، ولعل أولى هذه الوظائف قيامهم بالفصل بين الرجال والنساء في الحرمين الشريفين، ومنع النساء من الطواف بعد الأذان، وتولي مسؤوليات كنس وتنظيف صحن المطاف، وتقديم سقيا ماء زمزم للملك ورؤساء الدول الإسلامية والوفود الرسمية بعد انتهائهم من الطواف، كما يتولون تنظيف الحجرة النبوية وفتحها لضيوف الدولة. من بين الأقوال المتداولة سابقا أن أغوات الحرم هم عبيد يتم شراؤهم من قبل الحكام والأثرياء ليكونوا خداما للحرمين الشريفين، فما مدى صحة هذا القول؟ هذه المقولة غير صحيحة، فقد نفاها شيخ أغوات المسجد النبوي الشريف الشيخ سعيد بن آدم بن عمر آغا في حوار صحفي نشر عام 2011 ميلادية، وقال إنه خلافا لما كان شائعا عن الأغوات من أن آباءهم هم من قاموا بخصيهم وإرسالهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحرمين الشريفين، فإن الغزو الإيطالي للحبشة عمد إلى خصي الأطفال حتى يقطعوا نسلهم. هل هناك شروط لا بد من توفرها في الآغا؟ نعم، للأغوات شروط لا بد من توفرها في كل من يرغب الانضمام لهم لتولي وظيفة آغا، أهمها أن يكون الشخص مخصيا ويقبل تطبيق النظام عليه، ويقبل شروط الأغوات كاملة، وأن ينام في الحرم 7 سنوات ليل نهار، وأن يؤدي واجبه على أكمل وجه، ويطيع أوامر رؤسائه من الصغير حتى الكبير، وأن تكون صحته جيدة، وألا يكون هزيلا ولا متأخرا في السن وعاجزا عن العمل. من عاصر الأغوات يلاحظ أن لهم ملابس خاصة يتميزون بها عن غيرهم داخل وخارج الحرمين الشريفين، ولهذه الملابس درجات تميز بعضهم عن الآخر، فمن كان منهم في درجة الخبزية وما فوقها يضع الشال على كتفه، ومن كان دون درجة الخبزية فإنه يربطه في وسطه. وللأغوات مراتب كثيرة أعلاها مرتبة شيخ الأغوات. في المسجد النبوي الشريف هناك موقع يعرف بالصفة، أو كما يقال بالعامية دكة الأغوات، وهو في الركن الشمالي الشرقي من المسجد النبوي، وهو الموقع الذي أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فظلل بجريد النخل، وأطلق عليه اسم الصفة أو الظلة. وقد أعدت الصفة لنزول الغرباء العزاب من المهاجرين والوافدين الذين لا مأوى لهم ولا أهل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجالسهم، ويأنس بهم، ويناديهم إلى طعامه، ويشركهم في شرابه، فكانوا معدودين في عياله. وكانت دكة الأغوات ملتقى للأغوات في بداية أعمالهم بالمسجد النبوي الشريف، وعلى الرغم من وضعهم إلا أنه ثبت زواجهم عبر التاريخ، والغرض من الزواج كما يعبر بعضهم عن ذلك هو إيجاد من يرعاهم حال المرض ومع كبر السن، والزواج في نظرهم كما يصرحون أكبر من مجرد علاقة جنسية، بل هو ود ورحمة وسكن. وقد انتهى العمل باستخدام أغوات جدد قبل أكثر من 43 عاما بأمر من الملك فهد بعد فتوى الشيخ ابن باز الذي وصله بأن آباء الأغوات يقومون بخصيهم عمدا لاستخدامهم لخدمة الحرمين، والذي نفاه شيخ أغوات المسجد النبوي بقوله أنه ناتج عن الغزو الإيطالي لإثيوبيا، واليوم لا يتبقى منهم سوى 3 أشخاص فقط. كان هذا كل ما لدينا في مقطع اليوم، نتمنى أن المقطع كان مفيدا وممتعا. نترككم في رعاية الله.